قبل 2000 عام، في عصر من العصور يسمى بالعصر الأسطوري، استمر فيه النزاع بين البشر والشياطين على السلطة. سيطر فيه السحر على كلا الطرفين. خاض فيه ملك الشياطين الكثير والكثير من المعارك ضد حاكم البشر، إلى أن جاء وقت وسئم كلا الطرفين من الصراع اللامتناهي بينهم، فقرر ملك الشياطين إبادة العالم من أجل تحقيق السلام بين البشر والشياطين. فقام بحرق الغابات والأرواح والتخلص من الآلهة والقضاء على الشياطين وإبادة الجنس البشري، إلى أن يتم تجسيده بعد 2000 عام. وقبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولو أنت مش مشترك في القناة دوس الاشتراك وفعل زر الجرس علشان بجد ده بيفرق معايا كتير والله. وعلشان ما نطولش عليكم يلا بينا نبدأ. بتبدأ قصتنا وقت امتحان القبول لأكاديمية الشياطين، وبتوصل بنت اسمها ميشا وبيكون الحارس بتاعها واقف بيشجعها، وبتخبط في شخص من المشتركين وبيقع منها جواب مهم، وبياخدوا بطلنا انس وبيكون اهله كمان جم علشان يشجعوه. وفي طريقهم بيقابلوا شخص اسمه زيبس وبيكون من عائلة اندو النبيلة. بيفضل يتريق عليهم لكن تجاهل انس ليه بيعصبه جدا، وبيقرر يحرقه بسحر النار الخاص بيه، ولكن انس بينفخ في النار بتاعته وبتطفي، وده بيعصبه كتير وبيفضل يتنمر عليهم تاني، ولكن انس بيحبسه مكانه بسحره وبيسيبه ويمشي. بتبدأ الاختبارات وبيكون اول نزال بين انس وزيبس، وبيكون زيبس لابس درع شيطاني بيحميه من السحر، وبيقول له انس انا هفوز عليك من غير ما اتحرك من مكاني. بيهاجمه زيبس بسيف متوهج باللهب وبينفخ فيه انس وبيطفيه، وبيبدأ انس يهاجمه عن طريق ضربات قلبه، وبيحس زيبس بألم رهيب، وبيطلب انس من زيبس انه يستسلم ولكنه بيرفض. بيخلص عليه انس وبيستخدم سحر الاحياء علشان يرجعه تاني، وبيقول انه هيخليه يفضل يجرب شعور الموت لحد ما يستسلم. وبيبان خوفه وهلع الجمهور من قوة انس، خصوصا انه قادر يعمل كل ده مع واحد نبيل زي زيبس. وبيستمر انس في قتله واحيائه وبيستسلم زيبس في النهاية. بعد كده بيخلص انس الاختبار التاني والتالت بكل براعة، وبيتم قبوله في أكاديمية الشياطين. بيخرج انس من الأكاديمية وبتكون ميشا مستنياه بره، بيطلب منها انهم يحتفلوا في بيته بمناسبة قبولهم في الأكاديمية. بتوافق وبياخدها عبر سحر الانتقال اللي ضاع من العصور الوسطى. بيروحوا البيت وبتفرح امه انه اتقبل في الأكاديمية، خصوصا انه عمره شهر واحد من ولادته. بيقعدوا ياكلوا ويقضوا وقت ممتع مع بعض، واثناء عودة ميشا لمنزلها بيعرفها انس انها حليفته او صديقته زي ما بيسموها في الوقت ده، وبتعرفوا ميشا انه شخص طيب. وفجأة بيتحبسوا في دايرة سحرية، وبيظهر لهم لورج اخو زيبس، وفجأة بيقتل لورج زيبس اخوه علشان هو خاسر وده هيلوث سمعة عائلة اندو. بيقرر لورج واتباعه مهاجمة انس وبيتصدى ليهم بكل سهولة، وكمان بيخلص على اتباعه. بيهاجموا لورج بسحره بس مش بيأثر فيه، وبيعرفوا انس ان سحر المؤسس لا يؤثر على المؤسس نفسه. بيحول انس جثة زيبس لزومبي وبيخليه يقاتل لورج، وكمان بيعرفوا ان انهاء المعركة دي هو الاعتراف باخوه. لورج بيرفض وبيخلصوا على بعض، وبيتضايق انس من ضعف الروابط الاسرية بعد 2000 سنة. بيرجعهم انس بسحر الاحياء، وبيسألوا لورج انت مين، وبيقولوا ان مؤسسهم وجدهم الاعظم ملك الشياطين انس. بعد كده بنرجع بالزمن 2000 سنة لما كان انس بيتفق مع حاكم البشر كانون على ابادة العالم وتجسيده بعد 2000 سنة من اجل انهاء الحرب بين البشر والشياطين. بيوافق كانون بس بشرط ان يتم تجسيده هو كمان بعد 2000 سنة. بيوافق انس وبيقولوا انهم هيكونوا اصدقاء في العالم الجديد. وبنرجع للزمن الحاضر وخصوصا وقت ولادة انس اللي اول ما بيتولد بينطق باسمه، وبيتم نموه بشكل كبير وملحوظ لدرجة ان عمره شهر واحد وكبر بالشكل ده. بيروح الأكاديمية وبياخد انس شارة غير كفء ليصبح ملك الشياطين، وده لانه هجين، وبينزعج من كده لانه اجتاز كل الاختبارات ببراعة وبدون اخطاء. وبيسأل ميشا عن اسم المؤسس بس هي بتخاف تنطقه. بيقول لها فكري فيه وبيستخدم سحره وبيعرف ان اسمه افوس. وبيعرف انس ان في حد حرف التاريخ ونقل معلومات خاطئة عن ملك الشياطين. بعد كده بيشوفوا ساشا واللي بتكون الاقرب لاخذ لقب ملك الشياطين بسبب قوتها الهائلة. وبتدخل المعلمة ايميليا وبتقرر تقسمهم لفرق، بشرط قادة الفرق يتقنوا تعويذة معينة لتعزيز قوة الفريق. وبيرفع انس ايده علشان يكون قائد لفرقة، بس المعلمة بترفض بسبب انه لابس الزي الابيض، وده معناه انه هجين والقائد لازم يكون من عائلة نبيلة عشان يكون اقوى. ولكن انس مش بيهتم وبيقوم يعدل على التعويذة اللي المفروض يتعلموها، وبيخليها اقوى بمرتين. وبتوافق ايميليا ان يكون قائد، وبتبصله ساشا بكل حقد وكراهية.
وبيعرف ان ساشا هي اخت ميشا رغم انها لابسه زي النبلاء مش زي لبسه هو وميشا، وبتقول له ان اهلها رافضين يعترفوا بيها لانها ضعيفه على عكس ساشا اللي بتحمل قوه دمار. واثناء تقسيم الفرق بيرفض الكل الانضمام لانوس ما عدا ميشا لانهم اصدقاء. وبتيجي ساشا علشان تتريق عليه وبتستعمل سحر عيون الشيطان علشان تصيب انوس، بس هو مش بيتاثر علشان بيكون عنده نفس العيون. وفي نهايه اليوم بنشوف ساشا وهي بتطلب من انوس انهم يتبارزوا، ولو هو غلبها هتنضم لفريقه، اما لو هي كسبت هينفذ كل اوامرها. بتبدا المعركه وبتبني ميشا 3 قلاع ضخمه وبيكون منهم 2 مزيفين، وفريق ساشا بيبني قلعه واحده وبتكون متحوطه بدايره سحريه كدرع ليها. وبيخترق انوس الدرع بتاعهم وبيرفع القلعه بتاعتهم وبيرميها في السماء. وبتكون ميشا وفريقها مدفع وبتهاجم انوس وبيقدر يتصدى لسحرهم، وفي الاخر بيفوز عليها وبتنضم ساشا لفريق انوس. وبتفرح ميشا جدا لانها هتقضي وقت اطول مع اختها. وبيعترف انوس لساشا ان عينيها جميله جدا وان هو اول مره يشوف عيون الشيطان بالجمال ده. بيروحوا البيت وبيحتفلوا وبيقضوا وقت ممتع مع بعض. وبتسال ساشا ميشا انت بتحب انوس ولا لا، وبتتفاجئ لما تعرف انها بتحبه. بيوصلهم للبيت وبتشكره ساشا انه قربها من اختها، وبتساله هتعمل ايه لو ادرك حد ده من قبل. بيقول لها هيدمره، وبتتفاجئ ساشا من رده. تاني يوم بيروحوا الاكاديميه وبيعرف انوس ان عيد ميلاد ساشا بكره، وبتساله ميشا هنجيب لها ايه في عيد ميلادها، وكمان بتقترح عليه ان الملابس افضل هديه ليها. بتدخل ايميليا وبتقول لهم ان واحد من الاباطره السبعه هو اللي هيديهم المحاضره واسمه ايبس. وبيعرفوا انوس اول ما بيدخل لانه واحد من اتباعه، بس ايبس مش بيفتكره لان فقد ذكرياته من 2000 سنه. بيحاول انوس يرجعها له وبيقول له هنكمل كلامنا بعد المحاضره. وبعد المحاضره بيتقابلوا وبيقولوا ان في حد مسح ذكرياته من 2000 سنه وغير اسم ملك الشياطين لاسم افوس، لكنه بيشك فيه برضه وبيقول له انه هيفضل محايد في الوقت ده لحد ما ذكرياته ترجع له. وبيجي وقت الامتحان التاني واللي بيكون عباره عن جمع الادوات والاسلحه والدروع السحريه. وبتعرفهم ساشا انهم لو حصلوا على صولجان الملك هياخدوا الدرجه النهائيه. وبيقودهم انوس لمكان الصولجان علشان هو بيكون اكتر واحد حافظ القلعه علشان دي قلعته. وفي طريقهم بيقول لميشا انها تقدر تختار اي حاجه من القلعه وتديها هديه لساشا بمناسبه عيد ميلادها. وبيسال ميشا عن عيد ميلادها وبيعرف انهم توأم، وبيقول لها انه هيجيب لها هديه هي كمان. بيوصلوا لغرفه الصولجان عن طريق ممر سري، وبيدخل انوس وميشا غرفه سريه وبتختار لساشا رداء جميل. وبنعرف ان الرداء ده اسمه رداء العنقاء، وهو رداء سحري بيمنح اللي يلبسه القدره على استخدام نار الجحيم الخالده. بيلاحظ انوس ان ميشا معجبه بخاتم في المكان، وبنعرف ان الخاتم ده خاتم الجليد السحري. بيروحوا لساشا وبتديها ميشا رداء وبتزعل علشان هي ما جابتلهاش هديه، وبتطلب من انوس انه يخرج علشان تجرب الرداء الجديد. بيرجع انوس وبيلاقي ساشا طعنه اختها، وبتقول له ان كل ده كان مجرد خدعه علشان توصل للصولجان. بنعرف ان ميشا لسه على قيد الحياه، وكمان بيعرف انوس ان ساشا بتخدعه لسبب ما. بتحاول ساشا الهرب وبيمسكها انوس وكمان بيعالج ميشا، وبتطلب منه ميشا انه يسيبها تهرب. وبتعرفه ان هي ملهاش وجود من الاساس، وان هي وميشا كانوا جنين واحد وابوهم قسمهم بتعويذه سحريه، وكمان هي هتختفي في ليله عيد ميلادها. بيضمها انوس لحضنه وبيقول لها انه هيشوف تعويذه تمنعها انها تختفي. بيروحوا لساشا وبتسالها اختها ان كانت بتكرهها ولا لا، وبترفض تجاوبها. وبتعرض عليهم نزال ولو انوس فاز هتجاوب على سؤالها. وبترسم ساشا دوائر سحريه معقده في كل مكان، وبيقدر انوس ان يتحكم فيها بكل سهوله. وبيعرف ان ساشا بتعمل كل ده علشان تضحي بنفسها وتنقذ اختها، وبتعيط علشان هي فشلت في كده. وانوس بيعرفهم ان هو لو رجع بالزمن هيقدر يخلي كل جنين فيهم مستقل بنفسه، بس علشان دي تعويذه للمؤسس نفسه لازم يعترفوا ان هو ملك الشياطين. بيبدا التعويذه وبيهاجموا افوس وبيخترق قلبه بالسيف، وبيقول له ان حتى اختراق قلبه مش كفايه انه يموته. بيهاجموا انوس وبيكمل باقي التعويذه، ولكن حارس الزمن بيعارضهم، وبيعالج افوس وبيطلب منه انه يقتل انوس بعد ما بيديله قوته. ده بيخليه يقدر يوقف الزمن ويتفادى هجمات انوس وبيقتله، وبيقول له حتى قتلي مش كفايه. وبيوقف افوس الزمن مره تانيه وبيقدر انوس انه يتحرك وبيهاجم افوس وبيقتله، وبينقذ ميشا وساشا. وبيظهر ايبس وبيقول له انه هيزيف موته علشان يقدر يتحرك موضوع افوس ملك الشياطين اللي زيف اسم ملك الشياطين الحقيقي انوس. وبتظهر ميشا وساشا اللي بتحضن اختها وبتطلب منها انها تسامحها. وبياخد انوس ايد ميشا وبيديها الخاتم اللي كان عاجبها،
والخاتم ده بيحمل سحر الجليد وبداخله سحر كافي انه يجمد السبع بحار، وبيتمنى ليها عيد ميلاد سعيد. وبيفتكر انوس صديقه شين اللي كان ماهر جدا في استعمال السيوف، وبيطلب منه انه يتجسد مرة تانية بعد 2000 سنة. ولكن انوس بيحذره انه هيفقد كل ذكرياته ومهاراته علشان هو مش بيقدر يتحكم في سحر العناصر، على عكس كانون حاكم البشر اللي كل ما يموت بيرجع بكل ذكرياته. بنرجع للأكاديمية وبتعرفهم إيميليا إن في طالب جديد من النبلاء هينضم ليهم، وبتعرفهم إنه ماهر جدا في استعمال السيوف، وبتقول لهم إن الصولجان بتاع فريق أنوس اتسرق، وعلشان كده هتديهم درجة بنسبة 70% لحد ما يظهر الصولجان ويتحققوا في أمره. وبتعترض ساشا وبنت اسمها ميسا على هذا القرار، وبيقوم أنوس يجيب الصولجان من الواد اللي سرقه. وبيعرف أنوس المعلمة إيميليا إنها لو عايزة تسرق حاجة تسرقها بشكل أفضل من كده. وبعد المحاضرة بتروح ميسا لأنوس وبتعرفه إن هي وفريقها مؤمنين إنه ملك الشياطين الحقيقي، وكمان هم ضد الحكم حاليا علشان بيحاربوا الطبقية بين النبلاء والهجائن. وبتعرض عليه إنه يزور النقابة بتاعتها وبيوافق. وبيروح أنوس وساشا وميشا للنقابة، وبيتفاجئ أنوس إن النقابة دي معمولة خصيصا ليه، وإن كل اللي فيها بيحبوا أنوس. وكمان بتعرفه إن والدها من النبلاء بس أمها روح، وعلشان كده هي مش بتشوف والدها خالص، لأن النبيل اللي بيخلف طفل هجين بيتجرد من منصبه. وبتعرفه إن هي مش معاها غير نص السيف اللي اداهولها في عيد ميلادها العاشر، وبتطلب منه الانضمام لفريقه هي وفريقها، وبيقول لهم اثبتوا لي إنكم تستحقوا الدخول لفريق الأول. بعد كده بنروح لوقت اختبار السيوف، وبيفشل الكل إنه يخرج السيف بتاعه من الأرض، على عكس أنوس اللي بيسحب سيفه بكل سهولة. وبيعرف ساشا إن السيف الوحيد اللي ما قدرش يرفعه هو سيف البطل كانون. وفجأة طالب كمان بيقدر إنه يسحب سيف، وبنعرف إن ده الطالب الجديد واسمه ري، وبيقدر يهزم كل من أنوس وري المدربين اللي هم من الأباطرة السبعة. وأثناء المحاضرة بيرفض ري إنه يكون فريق، وبتستغرب إيميليا من ده، خصوصا إن ري من النبلاء بجانب إنه شخص قوي جدا. وبيعرض ري على أنوس إنه ينضم لفريقه، بس أنوس بيرفض وبيقول له اثبت لي إنك تستحق الانضمام لفريق الأول، وبيطلب منه إنه ينضم لميسا وفريقها ويتحدوه في الاختبار القادم. وبيجي وقت الاختبار وبيتفاجئ فريق ميسا من ري إنه بيكلمهم بكل أدب واحترام بالرغم إن هو من النبلاء، وكمان بيحط لهم خطة وبيقول لهم إن هو هيقاتل أنوس وعليهم ساشا وميشا. وبتبني ميشا قلعة في وقت قصير جدا، وبتتفاجئ ساشا من سرعتها، وبنعرف إن ده بسبب الخاتم اللي أنوس اداهولها. وبيواجه أنوس ري بغصن شجرة، وبيستمر القتال لفترة طويلة جدا. وبتنجح ميشا وساشا بسحر الاندماج إنهم يخلصوا على المقاتل بتاع فريق ميسا، وكمان بتنجح ميسا إنها تصيب ساشا بمفردها. وبينجح ري إنه يكسر سيف أنوس بس بيخسر في النهاية، وبينضم ري لفريق أنوس بعد كده، وكمان بتنضم ميسا وفريقها ليه. بعد كده بياخدهم البيت وبيحتفلوا، وبنعرف إن أنوس كان هيموت قبل ولادته، وأمه فضلت تدعي إنه يعيش حتى لو هيكون مختلف عن الجميع. بنشوف ميسا وهي بتشكر ري على انضمامه لفريقهم بالرغم إن هو من النبلاء، وبيعرفها ري إنه ما عندوش فرق بين النبلاء والهجائن، وإن كل تركيزه على سيفه وبس. بنرجع للأكاديمية وبتعرفهم إيميليا إن بطولة السيف هتبدأ، واختاروا أنوس وري إنهم يشاركوا فيها. وبيحس أنوس إنهم بيخططوا لحاجة، وإنه مش من السهل إنهم يختاروا هجين زي أنوس. وبتيجي ميسا وبتعرفهم إن الإمبراطور ملهي هنا، وده من أحد الأباطرة السبعة، وده من أكبر الداعمين لعدم الطبقية. وأول ما بيشوفوا ملهي بيعرفوا بالرغم إن ذاكرته اتمسحت، وبيطلب منه إنه ينسحب من البطولة علشان هم أكيد بيخططوا لحاجة. بيرجع أنوس البيت وبيلاقي ميشا هناك، وبيعرف من أمه إن إيميليا جت علشان تأكد على المسابقة، وبيتأكد أنوس إنهم فعلا بيخططوا لحاجة. وبيشكر أنوس ميشا على الأكل، وتاني يوم بياخدها لنزهة، وبيروحوا المكان المفضل بتاعها وعبارة عن مكان لصنع المنحوتات. وبتصنع ميشا منحوتة ليهم كلهم علشان تفضل ذكرى. وبيجرب أنوس وبيصنع مدينة كاملة، وبالرغم من صغر حجمها بتكون مليانة تفاصيل، وبتعجب بيها صاحبة المكان وبتطلب تاخدها منه مقابل أي سعر يطلبه، بس هو بيرفض. وبعد ما بيخرجوا بيحول أنوس المنحوتة الخاتم وبيلبسها لميشا، وبتقول له ميشا إنه بيعرف يعمل كل حاجة ومش محتاجها. بس أنوس بيرد عليها وبيقول إن قوته إنه يقدر يدمر أي شيء، على عكس ميشا اللي بتقدر تصنع أي حاجة بسحر الإنشاء الخاص بيها، وإنها لو طورت قدراتها هتعرف تعمل حاجات هو مش بيعرف يعملها.
وبيروح مكان للقطط وبيقابل ايفيس اللي بيكون متنكر في هيئة قطة علشان يحقق في موضوع ملهي، وعرف انه مش قائد مجموعة عدم الطبقية، وان في شخص بيمشي الامور في سرية تامة وبيكون ليه علاقة بالمستشفى الملكية. وبيقرر انوس وميشا انهم يروحوا هناك وبيقابلوا ري اللي بيكون رايح يزور امه في المستشفى، وبيعرض عليه انوس انه يعالجها بس ري بيرفض، وبيحس انوس انه متغير. ويوم المسابقة بيروح انوس ووالدته اللي بتكون متحمسة جدا، وبيقابل ايفيس وبيعرفوا ان ملهي ملوش علاقة بالمسابقة، وبيعرفوا ان والدة ري تعبانة جدا وممكن تموت. وبتبدأ المسابقة، وبيكون اول نزال بين انوس ولودويال اخو ايميليا، ولكن انوس مش بيظهر بالرغم ان معظم عامة الشعب راحوا علشان يشجعوه لانه رمز ليهم. وبيبتدي ان بولاي يسخروا منه وامه بتظهر وبتدافع عنه، وبيوصل والد انوس وبيكون صنع له سيف سحري علشان يساعده في الفوز وتحقيق حلمه انه يكون ملك الشياطين. وبيقرر انوس انه يشارك في البطولة، واول ما بيدخل الحلبة فريق ميسا بيشجعه بكل قوته، وكمان بيغنوا له اغنية وبتكون جميلة جدا. ده بيشجعه كتير وبيخليه يهزم خصمه بسرعة كبيرة جدا، وكمان بيكسر سيفه. وبيستغرب لودويال من السيف بتاع انوس، وبيقول له انوس ان السيف ده من صنع والده وهو معمول بكل حب، وده بيخليه اقوى من اي سيف تاني. وبيبان على ايميليا انها متعصبة جدا علشان انوس هزم اخوها. وكمان بيفوز ري في نزاله الاول، وبنعرف انه انضم الفريق من النبلاء، وبيعرفهم ان الاسرة الحاكمة عرضت عليه مبلغ ضخم من المال، وكمان علاج امه واخذ لقب ملك الشياطين، وان هو دلوقتي من النبلاء وما ينفعش انه يتكلم معاهم. وبيعرف انوس ان في دايرة سحرية حوالين قلبه وانه تحت التهديد. بيفوز انوس في الاختبار التاني وبيتأهل للنهائي، وبيدي انوس السيف بتاعه لامه، وبيروح فريق ميسا معاها علشان يحميها. وبيروح انوس وميسا لام ري اللي بتعرفهم ان ري بيحبهم وبترحب بيهم، وكمان بتعرفهم ان ري اضطر انه ينضم للنبلاء علشان هددوه انهم مش هيعالجوها لو هو ما سمعش كلامهم. بيحاول انوس انه يعالجها وبيطلب مساعدة ميسا لان هي نص روح زيها. وبتمشي والدة انوس مع فريق ميسا، وفي طريقهم بيقابلوا ايميليا وبتطلب انها تاخد سيف انوس علشان يفضل مع مجلس الادارة. وبترفض والدة انوس وبتقول لها ان هي هتودي السيف بنفسها. وبنعرف ان المشتركين لازم يكملوا البطولة بنفس السيف، وبتتعصب ايميليا وبتهاجمهم. بيوصل انوس وبيعالج امه وبيرجع البنات بسحر الاحياء، وبيقتل ايميليا وبيرجعها مرة تانية كهجينة. وبتحاول تنتحر بس هو بيقول لها انها هترجع للحياة كهجينة كل مرة. وبيدخل ري على ميسا وهي بتعالج امه، وما بتجيبلوش سيرة انوس، وبتفقد ميسا قوتها وبيغمى عليها. وبتقول له امه انه مش مضطر يعمل حاجة، هو مش عاوزها علشان ينقذها، وانها مبسوطة جدا انها قابلته. وبيفتكر ري وقت ما اهله طردوه وهي قابلته واهتمت بيه لحد اما كبر. وبيجي وقت المباراة النهائية واللي بتكون بين ري وانوس، وبيكون ليها قواعد خاصة علشان بيكون في صور بيمتص السحر بتاعهم. وري بيعرف انوس ان الصور بتاعه مجرد زينة، وانهم طلبوا منه انه يطول في الوقت مش اكتر، بس هو رافض كده وعاوز قتال حقيقي. والاداة السحرية بتقفل على قلبه وبيعرف انه هيموت قريب، وبيبدأ القتال الحقيقي بينهم، وبتكون سرعتهم فائقة جدا لدرجة ان الجمهور مش بيكون شايفهم. وبينجح انوس انه يطعن ري في قلبه بالرغم ان ري بيقطع له دراعه، وكمان سيفه بيتكسر. بعد كده بيتنقل انوس لسجن الابعاد، وبيكون ميلهي هو السبب في ده وعاوز يتخلص منه، وفي 2 من الاباطرة ال7 متعاونين معاه. وبيظهر ري وبيقدر انه يخلص عليهم، وبيوقف انوس الزمن، وبيبان ان ري وانوس متفقين، وان طعنة انوس كسرت الاداة السحرية حوالين قلب ري بس مش اكتر. ميلهي بيفكرهم انه واخد ام ري كرهينة، وبيعرض عليهم انهم ينضموا للملكيين. وانوس بيرفض وبيقول له اقتلها لو عايز علشان ري جهز نفسه للحظة دي. وفجأة بيهاجموا ري وبيروح عند والدته وبيتحبس هناك. وبيعرف ميلهي انوس ان في اكتر من خطة لهزيمته، وبيستخدم ميلهي جدار العوالم وبيهاجم انوس وبيهرب لبعد تاني. وبيهاجم ري وامه وبيحميهم انوس، وبيصنع لري سيف ولكنه بيتكسر منه اثناء الهجوم. وبتتحول ام ري لسيف، وبينجح ري انه يتصدى لهجوم ميلهي، بس امه بتكون قوتها تلاشت، فبتعرفه انها بتحبه وانها فخورة بيه وبتختفي. وبينجح انوس انه يوصل لميلهي، وبيستدعي انوس السيف بتاعه وبينجح انه يفوز عليه. وبيعرف ان في حد مسيطر عليه وبيقدر انه يكسر الاداة السحرية دي. بيرجع ميلهي لطبيعته وبيعتذر لانوس، وبيعالج الاتنين اللي ري خلص عليهم. وبيلاحظ ان في حد بيراقبهم وبيكون افوس، بس هو بيختفي بسرعة. وبيرجع انوس لوقت المباراة وبيعلنوا فوزه على ري، وبيعالج ري اللي كان بيعيط بسبب فقدان والدته، بس انوس بيرجعها له وبيعرفوا انه يقدر يوصل لتعويذة لعلاجها. وبياخد انوس سيف البطولة، وبنعرف ان ساشا هي مقدمة الجوائز.
وبيعلن انوس ان فاز بسبب سيف والده العظيم. بعد كده بتعين الاكاديميه مينو معلمه بدل ايميليا، وبتعرفهم مينو ان بعد 3 اسابيع هيتم تبادل بينهم وبين اكاديميه البشر، وكمان هيكون في مواجهات بينهم على السحر. وبيدرب انوس فريقه وبيعرفهم نقاط ضعفهم وازاي يحسنوا منها. وبيعرف انوس من ميلي ان في 3 من الاباطره السبعه لسه افوس مسيطر عليهم. وبيروح راي مع انوس علشان يختاروا سيف ليه، وبيختار سيف جيتسيا. وجيتسيا ده بيكون الدراع اليمين لانوس قبل 2000 سنه، وهو الوحيد اللي كان بيعرف يسيطر على السيف ده. وراي بيعرفه ان هو حاسس انه عاش قبل كده، وبيقول له انه حاسس انهم وعدوا بعض انهم هيتقابلوا تاني. وانوس بيفتكر انه ما وعدش حد غير كانون. وبيجي يوم التبادل وبيكون الفرق لازم توصل قبل 10 ايام، وبيوصل انوس وفريقه في ثواني عبر سحر الانتقال. وبيكون انوس عارف المكان كويس، وبيروح انوس وساشا لاكاديميه البطل، وبيقابلوا الينور اللي بتعرفهم ان الدخول ممنوع. ولما بتعرف انهم من اكاديميه الشياطين بتقول لهم انها هتكون مشرفتهم، وبتاخدهم الينور في جوله في الاكاديميه. وبيلاحظ انوس ان في تغيير في التاريخ زي اللي حصل في اكاديميه الشياطين. وبيسال انوس الينور عن تجسيدات كانون الاربعه، وبيقابل التجسيد الاول والتاني واسمهم يان ولاوس، وبيعرف انهم مزيفين. وبيهاجموا لاوس بس انوس بيهزمه بكل سهوله. وبتعتذر الينور لانوس على اللي عمله لاوس، وبتعرفه ان كانون اللي قبله من 2000 سنه اتقتل. وبيسالها عن اللي قتله بس هي مش بتكون عارفه، وان كل معلوماتها كان حد قريب من كانون. وبيوصل باقي الشياطين لاكاديميه البشر، وبيبدا البرنامج التدريبي. وبيعرفهم دييجو مدير الاكاديميه ان اول اختبار ليهم هيكون استخدام السحر، وبتكون الجوله الاولى بيانو وريفست. وبنلاحظ تفوق يانو على ريفست اللي مش بيعرف حتى يعمل تعويذه بسيطه. بيعرف انوس ان البشر بيغشوا ان في حاجز مانع لسحر الشياطين، وبيستخدم سحره بعد كسر الحاجز. وبيبان قوته بعد ما بيعرف يعمل تعويذتين في وقت واحد. وبالليل بيقابل ايفيس اللي بيعرفوا ان ملقاش تفاصيل عن موت البطل كانون. وبتروح ميشا وساشا لانوس وبيطلبوا منه انهم يخرجوا شويه. وفي طريقهم بيقابلوا ري وميسا بس مش بيرضوا يزعجوهم، وبيبان انهم معجبين ببعض. وبيجيب ري لميسا سلسله فيها صدف. وبيجي وقت الاختبار التاني اللي بيكون عباره عن استخدام سحر القوات، او بمعنى تاني سحر الاتحاد، وده هيكون تحت البحيره. وبيلاحظ انوس اختفاء الينور، وبيطلب انوس من ريفست انه يشارك هو وفريقه، بس هو بيرفض علشان خايف يجلب لهم العار. وبيبان تفوق البشر، وبيعرف انوس انهم بيغشوا مره تانيه، وبيقدر يكشفهم. وبيكتشف ان في اداه لضخ مياه مقدسه في البحيره، والمياه المقدسه بتعزز سحر البشر، وبتمتص سحر الشياطين، وهي كمان سم قاتل ليهم. وبتطلب مينو من دييجو انه يوقف الاختبار بس هو بيرفض. وبيقدر انوس انه يخرج كل الشياطين، بس ريفست بيتصاب اصابه بالغه قد تنهي حياته، وبيكون مش مستجيب للعلاج. وبيتدخل انوس علشان يعالجه بس هو بيرفض. وبعد حديث دار بينهم بيدي ريفست لانوس شارة المدرسه، واللي بيكون استخدموها لضخ المياه، وبينجح انوس انه يعالجه. وبيتخلص انوس من كل المياه اللي في البحيره، وبيقرر انه يشارك هو وفريقه. وبينجح فريق يانو انهم يكونوا حمايه عليهم جامده جدا، لدرجه ان انوس مش بيعرف يخترقها. بتقترح عليهم ميشا انهم يبنوا قلعه جوه الحمايه بتاعتهم، بس هي محتاجه 3 دقايق علشان تبنيها. وبيقدر انوس انه يتصدى لهجماتهم علشان يوفر الوقت الكافي لميشا. وبيظهر تجسيد رابع لكانون، واللي بتكون عباره عن بنت اسمها زيشيا. وبتنجح ميشا اخيرا انها تبني القلعه، وبيدخل باقي الفريق جوه الحمايه بتاعتهم. وبتقرر ساشا انها تقاتل لاوس وبتتغلب عليه. وري بيقاتل زيلو بعد ما بينجح انه يتحكم في سيفه. وبينجح يانو انه يستدعي سيف المحيط. وبتهاجم زيشيا انوس اللي بتصد ضرباتها بكل سهوله. وبتهاجمه تاني وبيشيلها يرميها على يانو اللي كان بيهاجمه في نفس الوقت. وبيستخدم يانو وزيشيا تعويذه بيقدروا يحصلوا بيها على قوه 10 مليون شخص. وبيستخدم انوس نفس التعويذه، وبيقدر من خلالها يحصل على قوه 8 افراد بس، واللي هم فريق ميسا. بيستغرب يانو ازاي كده. بيقول له انوس ان ال8 دول يعرفوه كويس، وحبهم ليه حب صادق على عكس ال10 مليون. بعد كده بنسمع صوت كانون وهو بيقول اقتلوا الشياطين. وزيشيا بتهاجم انوس وبتفجر نفسها، بس هو مش بيتاثر بالانفجار. ما تعرفش رجعت ازاي، وبتهاجمه مره تانية وبتفجر نفسها تاني. وبتستمر على كده لحد ما انوس بيمسكها، وفجاه بيسمع صوت. ايوه الصوت ده يعرفه كويس، ده صوت الينور يا جماعه. بتقول له انها الوحيده اللي تقدر توقف زيشيا، بس عاوزه حد يحررها من الضريح اللي هي فيه. بيطلب انوس من ميشا انها تروح، اللي اول ما بتوصل بيتم مهاجمتها من قبل دييجو. وبيقدر دييجو انه يصيبها اصابات بالغه لدرجه انه كان هيقضي عليها نهائيا. وبيوصل انوس في الوقت المناسب وبينقذ ميشا، وبيخلص على دييجو بيرجعه تاني بسحر الاحياء. وبيسالوا عن السبب الحقيقي للاكاديميه، وبيعرف انوس ان الصوت اللي كان بيقول اقتلوا الشياطين هو صوت دييجو مش صوت كانون.
وبيحولوا انوس لشيطان. وبيستخدم دييجو تعويذه بيسيطر بيها على الطلاب وبيخليهم يهاجموا الشياطين. وبيوقف انوس الزمن حوالين البحيره وبيقدر يبطل مفعول التعويذه. وبيقتل دييجو وبيشيل ميشا اللي بتستجيب للعلاج ببطء بسبب جراحها البليغه. وبيروح انوس لالينور اللي بتعرفه انها عباره عن سحر وبتطلب منه انه يحررها علشان توقف عمليه الاستنساخ اللي جيرجي عملها من 2000 سنه، علشان كان خايف ان البشر ينسوا الحقد بينهم وبين الشياطين. وبتعرض له جزء من ذاكرتها. وبنعرف ان جيرجي هو اللي قتل كانون علشان كان عاوز السلام بين البشر والشياطين. وبنعرف ان السلام لجيرجي هو قتل انوس واباده كل الشياطين. وبتعرفوا ان اكيد كانون يئس من البشر خصوصا بعد ما جيرجي خانه. وبيظهر دييجو بعد ما اتجسد من جديد. وكمان بيظهر افوس وثلاثه من الاباطره السبعه وبيخلصوا على دييجو. وبيذيع افوس في كل انحاء العالم انه اتجسد من جديد وان الحرب بين البشر والشياطين بدات الان. بيروح انوس لميلهي وبيساله عن الوضع وبيعرفوا ان في اسياد كتير من الشياطين اتجمعوا حوالين افوس وان هو وباقي الاباطره هيقاتلوا معاه. وكمان ميشا وساشا وراي وميسا وفريقها. وبتكون ميسا قلقانه جدا وبيروح راي ليها ويطمنها وبياخد نص السلسله بتاعتها وبيوعدها انه هيرجع ليها. وتاني يوم بيقسمهم انوس لمجموعات وبيقرر هو يواجه افوس وبيأمرهم انهم ما يقتلوش حد. وبيوصل انوس لقلعه افوس وبينجح ميلهي انه يقبض على باقي الاباطره. وبتعرف ميسا انوس ان ري اختفى اثناء الهجوم. وبيظهر افوس لانوس وبيعمل حاجز بينهم وبين البشر والشياطين. وبنعرف ان افوس هو ري وان ري هو البطل كانون. وبنعرف ان انوس كان عارف كل ده من اول ما ري اختار السلسله لميسا وان سلسله الصدف ترمز لقصه قديمه. ومعنى ان هو عارف القصه دي ده معناه ان ذكرياته رجعت له. وبيساله انوس عن اللي حصل قبل 2000 سنه وبيقول له ان البشر كانوا ضعفاء وبالرغم من ان انت كنت اكتر واحد عاوز السلام اللي ان جيرجيا ما اكتفاش بكده وكان عاوز يبيد كل الشياطين. وكمان بيعرفوا ان جيرجيا خانه وقتله من 2000 سنه وان هو عاوز الشياطين هم اللي يفوزوا في الحرب دي علشان البشر ما يستحقوش انهم يعيشوا. وبيطلع له انوس السلسله وبيقول له ان هو وعد ميسا ولازم يوفي بوعده. وبيقرر انوس انه يخسر في المباراه دي بس راي بيرفض. وبينجح انوس انه يخلي سيف راي يخترق قلبه وبيرجع راي لشكله الحقيقي على هيئه البطل كانون. وبيلبس انوس قناع ملك الشياطين وبيختفي الحاجز. وبيذيع انوس في كل انحاء العالم ان مفيش حد ينتقم لموته الا ان يتم تجسيده مره تانيه. وبيتعصب دييجو جدا وبنعرف ان دييجو هو تجسيد جيرجيا وبيفعل تعويذه من سحر المولاز وبيسيطر على جيش زيشيا المكون من 10,000 وحده وبيخليهم يهاجموا الشياطين. وزيشيا هي استنساخ من الينور وبتتحد ميشا وساشا بسحر الاندماج وبيكونوا شخص واحد وبيهاجموا جيرجيا بس هو بيكون اقوى منهم. وري وميسا بيحاولوا يوقفوا زيشيا بس مش بيعرفوا بسبب عددها الهائل. وبيظهر اكبر كوابيس جيرجيا وهو ملك الشياطين انوس وبيشكرهم على صمودهم الفتره دي. وبيستغرب جيرجيا انه اتجسد تاني وبيعرفوا انوس ان اختراق قلبه مش كفايه لموته. وبيهاجم جيرجيا انوس بس كانون بيدافع عنه وبياخد جيرجيا كل قوه البشر علشان يقتل انوس. وبيقدر انوس وكانون انهم يخلصوا على جيرجيا. وبتجري ميشا وساشا بعد ما رجعوا لطبيعتهم على انوس لانهم افتكروا ان هو مات بجد. وبيروح راي لميسا اللي بيعتذر لها بس هي بترحب برجوعه. وبيحرر انوس الينور وبيخليها سحر خاص بيه علشان محدش يسيء معاملتها مره تانيه. وبياخدهم انوس للاحتفال في بيته. وبكده بتنتهي حكايه انوس ملك الشياطين. لو عجبك الملخص ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناه علشان دعمك ليها هيخلينا نستمر. والاهم من ده ما تنساش تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اشوفكم في حكايه جديده والسلام.